أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبكم باشر. في الحج يتحرك الجسد وتتزاحم النوايا وتتقاطع المشاعر. الصحة النفسية في موسم الحج لم تعد ترفا، ولأن ما لا يقال قد يؤلم. نستضيف معنا اليوم استشارية الصحة النفسية والصحة النفسية الجسدية الدكتورة حنين البيشي، نكتشف معها عمق الحكاية في صمت الحاج ورسائل الجسد الخفية. حياك الله دكتور حنين. أهلا وسهلا، حييك وبقيك ويعطيكم ألف عافية على هذا المجهود. وإن شاء الله بإذن الله أن هي تكون نقدم معلومات تكون مفيدة للجميع. وموسم الحج من المواسم اللي احنا كالعادة بيكون يعني بعد مجهودكم ودعمكم بيكون فيها مشاركة. جزء منها بيكون للتوعية والجزء الآخر لإجابة على استفسارات، وإن شاء الله بإذن الله أن هي تكون معلومات مفيدة وثرائية بإذن الله تعالى. بحول الله تعالى. هو دكتور الصحة النفسية بشكل عام ينظر لها أنها ليست التخصص العميق، خصوصا أنها تتعامل مع نفس بشرية، مع مشاعر، مع كثير من الأشياء تتقاطع فيها. فينظر الناس للأمراض العضوية بشكل عام في الحج، إرهاق، ضربة شمس، زكمة، أمراض مزمنة، يعني هذا الأشياء اللي بيركزوا. لكن لما تقولي لهم مثلا صحة نفسية في الحج تبدأ الناس تقول الوعي ما زال لحد الآن الناس تكتسب فيه بخصوص أهمية الصحة النفسية في مثل هذه المواسم. كيف الحج، كيف طبيب الصحة النفسية يميز بين أعراض الاضطراب النفسي والأمراض العادية في الحج؟ طيب، أول شيء أنت قلت كلمة جميلة في المقدمة، أنه الصحة النفسية ما عاد تعتبر أن هي ترف، وهذا يمكن يعني فيها أنه كان في مفاهيم خاطئة عن الصحة النفسية، والحمد لله يعني إحنا الآن بنتطور في تصحيح هذه المفاهيم، والناس صار عندها وعي أكثر في موضوع الصحة النفسية. طبعا إذا إحنا نجي نتكلم على كيف إنه إحنا نميز ما بين وجود مرض نفسي وما بين الأعراض النفسية الاعتيادية. طبعا الحياة بشكل عام لا تخلو من أي ما في شيء يدوم على حال معين، ولا في شيء يستمر على وتيرة معينة. الحياة فيها تقلبات، فيها صدمات، فيها ضغوطات، فيها أمور كثيرة بتساهم أنه نفسية الإنسان نفسه أنه هي تتفاعل مع بنتيجة الأحداث اللي تصير. الإنسان هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن جسد، وعبارة عن عقل، وعبارة عن روح، وفي عندنا جميع الأجهزة مرتبطة في بعض. الأعراض النفسية وغالبا ما تكون منشأها من الأعراض العصبية، بتعمل لي تفاعلات نتيجة الأمور اللي قاعدة تصير قدامي أو الأحداث اللي يمر فيها الإنسان، وممكن لا. يعتمد على حسب المدة، وتعتمد على حسب الشدة. إيش اللي أقصد في الكلام هذا؟ يعني طبيعي كل إنسان يفرح، طبيعي كل إنسان يحزن، طبيعي كل إنسان يقلق، يمر بضغوطات، عادي طبيعي. هذا شيء أمر من الله خلقنا عليه. لكن متى يتحول الشيء هذا من عرض عادي أو عابر إلى مرض نفسي؟ هنا على حسب، لو كانت شدة الأعراض زادت عن المعدل الطبيعي، يعني مثلا الواحد مثلا الفرحة والانبساط، أو ممكن نتيجة يكون شيء موجود انتهى المسبب، فترجع النفسية مثل ما كانت. أو أن هي يصير لها يسموها بافرينج، أو يصير لها تعادل بينها وبين اختلاط الواحد في المجتمع مع الأهل مع الأصدقاء، تخف خلاص بعد فترة تأخذ لها وقتها وتنتهي. لكن المدة اللي احنا نقصد فيها إذا استمرت المدة بما فوق المعتاد، استمر الفرح لأكثر مما هو معتاد، حتى الفرح
استمر لأكثر ما هو معتاد. الحزن استمر لأكثر ما هو معتاد. القلق استمر لأكثر ما هو معتاد. هذا واحد، هذا ما نقصد فيه في المدة، وطبعا لها تصنيفات بطريقة معينة احنا بنمشي معاه عليها في التشخيص. الأمر الآخر شدتها، يعني عادي ممكن واحد يحزن يقلق، أوكي، طفش ما له خلق يتكلم مع الناس، ما له خلق إنه يقابل أحد، مثلا دوامه مثلا بدأ يتأثر، علاقاته ممكن، لكن ممكن غالبا لو هي ما هي مرض تكون بشكل مؤقت. لكن لو كانت هذه الأعراض تأثر على شدتها تأثر على اهتمام الإنسان بنفسه، يعني تحول من إنسان مهتم بنفسه بهندامه بلبسه وكل الأشياء هذه كلها، أصبح مهمل ما يهتم أبدا، وهذا الاهتمام بشكل متواصل. صار في عنده اهتمام زايد، العكس يعني احنا دائما في الأمراض النفسية النقيضين، سواء كانت كذا أو سواء كانت بالإهمال أو سواء كان بزيادة الاهتمام. أوكي. الأمر الآخر تأثيره على العلاقات الشخصية مع الآخرين، بدأت علاقاته مع أقرب الناس له تضطرب تسوء، سواء كان مع أهله، مع مثلا لو زوجته، لو مرتبط مع خطيبته whatever، مع أولاده، مع عياله، بدأ يصير في عندي إشكالية واضحة في العلاقات، ما يقدر يستمر في العلاقات. الأمر الآخر الثالث، لو كان مثلا موظف يترك الوظيفة، لو كان يدرس يبدأ هذا الشيء يأثر على دراسته، ممكن يؤدي إلى أنه هو يترك دراسته، يعني السلوك يتغير. إذن السلوك يتغير، والوظائف إحنا نسميها الأساسية اللي هي في الحياة تتأثر. هنا يبدأ أنه ما هو عندنا مجرد عرض نفسي، لا، إحنا في عندنا إشكالية أكبر، وهنا إحنا ندخل مع اللي هي وجود العناصر الأخرى للتشخيص، أصبح عندنا مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي أو مرض نفسي، ويلجأ الوجوب أنه هو يلجأ لأخذ العلاج والمساعدة من المختصين. والناس تسميها اكتئاب. الناس تسميها على حسب، يعني على حسب الأعراض. هو إذا شافوا مثلا الواحد كان، يعني مثلا نتكلم بشكل مثلا سيناريو بشكل عام، أنه يصير فيه فقد، مثلا إذا الإنسان يفقد عزيز، أو الإنسان مثلا، والفقد مو مجرد أنه فقد إنسان، ممكن يفقد وظيفة، يفقد حاجة غالية على نفسه، الفقد بشكل عام بأنواعه. بيمر بحزن، يمر بضيقة، ينعزل عن الناس. الناس ممكن تقول له والله خلاص أنت مكتئب، زعلت يوم يومين، خلاص يفترض أنك أنت تفكها، يلا نوديك لمستشفى نفسي. القياس على الذات، يعني كل واحد يقيس على ذاته، يعني مفترض. هنا لا، الاكتئاب ما هو، هذا ما يعتبر عندنا بالنسبة لنا، يسمى هذا عرض لكنه مو مرض. فهنا يفرق الموضوع بين العرض وبين المرض، سواء كان اكتئاب، سواء كان نوبات اللي هي ذهانية أو تغيرات مزاجية. طبعا أنواع الأمراض النفسية هي أنواع كثيرة وتصنيفات كثيرة، فعلى حسب العرض احنا بنشخص وبنشوف إيش الإشكالية اللي موجودة عندنا. طيب، بالنسبة للحج، يعني هذا التخصص خلينا نقاطع فيه مع الحج. الحج مدته قصيرة جدا. صحيح. تشخيص غالبا فيما يعرف تشخيص الأمراض النفسية تأخذ وقت حتى يتم التعرف عليها، حتى لو طلعت الأعراض. أتوقع إيش هي أبرز الحالات اللي تواجهونها في الحج بشكل عام خلال الأعوام السابقة، والفيها تشابه كبير، يعني الحالات إيش هي بالنسبة للحجاج، وإيش هي الفئة الأكثر واجهتكم برضو اللي أكثر تعرض للأمراض النفسية في الحج؟ طيب، طبعا إحنا نتكلم عن يعني موسم الحج. إحنا الحج بالنسبة لنا
بيكون في ناس كثير، يعني حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن بيجوا من جميع أماكن العالم، كل بيجي من أماكن مختلفة، من بيئات مختلفة، من ثقافة مختلفة. صحيح. طبعا الناس يعني سبحان الله، يعني كل أنواع البشرية بمختلف أجناسها، مختلف أعراقها، كلها بتكون متواجدة في مكان واحد. الآن الإنسان لو كان متعود في بيته وفجأة نقل وراح بيت ثاني، إلا ما يجي إنه تغيرات، أو يحس إنه شوية بعض الأشياء إنه هو التغير هذا بالنسبة له ممكن يوتر، ممكن يقلق، ممكن يبدأ يفكر إنه هل كيف حتكون رحلتي في المرحلة القادمة، ومتى راح أرجع إلى مكاني. طيب الانتقال من بيئة معينة إلى بيئة أخرى، هذا من الأعراض، يعني هذه من الأعراض اللي بتخلي الواحد صعب إنه هو يتكيف بسهولة. أنا ليش قاعدة أقول هذا الكلام؟ لأنه إذا نيجي نتكلم على أكثر الأعراض أو بسبب الأمراض النفسية اللي تيجي في الحج، غالبا ما يكون عندي اللي يحصل يكون الناس اللي هم already عندهم مرض أو مشكلة أو نفسية سابقة. طيب طبعا هذا إيش اللي يصير عليهم؟ إنه يكون مثلا بياخذ أدويته منتظم عليها، التغير أو الانتقال والرحلة والطيران أو whatever إيش كانت وسيلة النقل إلى ما يجي، ممكن تتلخبط عليه أو مواعيد الأدوية، ممكن ينسى الأدوية، ممكن يجي هنا وتنقص عليه الأدوية أو تنتهي عليه الأدوية، ما يلاقي العلاج حق اللي يأخذه. هنا يصبح الإنسان هذا معرض لما نسميه الانتكاسة. وهذه من أكثر الأشياء. طبعا إحنا ما نتكلم، ما في إحصائيات يعني حاليا مثلا دقيقة تقيس. إحنا عملنا دراسة أذكر كانت في 2000 يمكن في حدود 2018 لا والله 19 20 أو ما بعد، العشر كنا كورونا بعد ما فتح الحجر، كان في دراسة لتجميع داتا بيانات للأمراض النفسية اللي موجودة، لكن كدراسة كذا طلعت بشكل واضح. يمكن نحتاج إن إحنا نشتغل على الموضوع هذا. لكن من اللي إحنا قاعدين نشوفه، قلنا الناس اللي يكونوا عندهم عرضة للانتكاسة هذولي معرضين بشكل أكبر إنه تجيهم الأمراض النفسية. كبار السن يعني هي الفئة العمرية فعلا اللي كنت أنا بكلمك فيها، اللي هي أكثر شيء. هل هم كبار السن؟ كبار السن فعليا. كبار السن ليش؟ لأنه كبير السن معرض للأمراض العضوية بشكل أكبر. وكثير من الحالات اللي مثلا نشوفها في الحج وبشكل عام في الطب النفسي اللي هو الجسدي بصفة يومية، إحنا بنعاين حالات اللي هي يسموها هذيان. يكون في عندي مشكلة صحية، ضغط، سكر، مشاكل في القلب، عمليات. كثير مرضى هنا بيتعبوا وبيضطروا إنه مثلا عمليات بيسووا، سواء كانت عمليات صغيرة أو عمليات كبيرة. بعد العملية يكونوا معرضين لما يسمى اللي هو الهذيان، يصير في لخبطة في الوعي، في الإدراك، معها قلق، معها أعراض عدم استقرار في المزاج. هذه فئة عمرية. إذا الناس اللي يكون عندهم أمراض سابقة وتحصل معاهم انتكاسة، الفئة العمرية اللي هي كبار السن. طبعا إحنا دائما نقول كبار السن مثل الأطفال برضو يكونوا معرضين، بس الحج غالبا يعني اللي بيجي يعني إذا كان في أطفال بيكونوا معرضين بشكل كبير. هذه تقريبا يعني أكثر الفئات اللي تكون أكثر عرضة ينبغي أن احنا ننتبه لها. وهم كبار السن. أي كبار السن جدا. يعني ننتقل لزاوية ثانية، وأعتقد أنه يدخل فيها مختلف الأعمار. الحج أعداد كبيرة، أماكن صغيرة، تنقل مع بعض في أوقات محددة قد تكون بعض الأحيان. هذه الزحمة قد تجيك نوبات الهلع.
عاد اللي عنده ايوه ضيق الاماكن، الله ضيق الاماكن أيوة. هذه تشكل مشكله عنده. أيوة صحيح. يعني القلق يزيد، أيوة. نوبات الهلع اللي تجي مفاجئه، أيوة. خصوصا لما يكون بين زحمه من الناس. صحيح. ممكن حتى الهلع لما يكون لاول مره يشوف الحرم، ممكن يشوف الكعبه لاول مره، تجي له مثل النوب اللي حاجه طول عمرك تسمع فيها الان قاعد تشوفها. صحيح. ايش الفئه العمريه برضو اللي ممكن تتاثر في هذا، وكيف يقللوا من نوبات الهلع؟ هل فقط اقدر اسوي اجراء سلوكي، ولا الاجراء الدوائي برضو مهم في مثل هذه الاوقات، خصوصا زي ما قلت ضيق الوقت في الحج؟ طيب خلينا نتكلم يعني الآن إذا جات نوبة الهلع مثلا، يعني الناس اللي تكون مثلا أكثر عرضة برضو اللي يكون أساسا عندها هي اضطراب الهلع، أو عندها خوف من الأماكن اللي هي الضيقة المغلقة أو المزدحمة نسميها. هي فعليا تكون خوف من الأماكن اللي يصعب الإنسان الهروب فيها، يعني إيه ما يلقى له مخرج، فيبدأ يجي النوبة ويبدأ يصير في عنده الخفقان ويصير في عنده كل أعراض نوبات الهلع. سألتني مين الأكثر عرضة؟ الأكثر عرضة شوف ما فيها هي بشكل عام بالنسبة مثلا للحج، لكن بشكل عام القلق أو البانيك أتاك ممكن يكون مثلا النساء يكون في عندهم أكثر عرضة للنوبات الهلع من الرجال. هذه مع الفئة العمرية يعني ما فيها مثلا مختلفة لأنه غالبا نوبات الهلع إذا بدأت معانا تبدأ في مراحل يعني بدري، تكون في العشرينات في الثلاثينات أو حتى قبل في الأعمار هذه. كون مثلا إنه يتعرض مثلا لحدث مثلا أول مرة يشوفوا جيله نوبة الهلع، هذه تعتمد هل هي نوبة واحدة، يعني تعتبر يسموه situational أو إنه تعتبر على حسب الحالة، الموقف المعين. هذه إذا جت وراحت ما تعتبر إنه هي يعني تكون نوبة جات ولها سبب معين ومشت، فما تكون يعني شيء مثلا يحتاج تدخل إلا إذا تكررت. يعني ممكن الناس تجيها مرة واحدة في الحياة وخلاص ما عاد تجيها مرة ثانية، لكن إذا تكررت أو إنه إذا عنده النوبة هذه مع كل شيء مثلا ينبسط عليه ولا كل شيء يفرح عليه، هنا هذيك الساعة نقول لا والله إنه إحنا ممكن نعمل التدخل يا إما يكون غير دوائي بالذات في نوبات الهلع، يعني يكون بالجلسات اللي هي النفسية، أو نحن ندمج العلاج الدوائي مع العلاج اللي هو بالجلسات، يعتمد على حسب الشدة وعلى حسب تأثيرها على الوظائف بالنسبة للشخص. وعامل الوقت فيها عامل الوقت فيها طبعا هي الإشكالية إنه في الحج إنه ما لم يكن يعني في توفر مثلا أطباء مثلا ميدانيين أو في الميدان. طبعا الإشكالية إنه دائما إحنا هذه يعني الله يعطيهم العافية، يعني سواء كان الدولة أو الجهات الحكومية وفرت وسائل نقل بحيث إن هي تنقل الحاج للمستشفى بحيث ما يكون في أي تأخير بالذات في الحالات الطارئة. إذا أنت في موقع مثلا قدامك نوبة هلع صارت لأي شخص مثلا في الحج، إحنا نتكلم مثل ما قلت في الحرم، كنت مع واحد ماشي كيف تتصرف؟ أي بالضبط، هذا أهم حاجة. طبعا أول شيء إنك أنت تطلب المساعدة. طيب إنك أنت تطلب المساعدة وإنك أنت تتأكد إنه هذا الشخص ما تصل له إصابة مثلا خلال النوبة، إنه ما يدي نفسه يدوخ مثلا. صحيح. فتتأكد إنه هو وضعه آمن، تستدعي طلب المساعدة. طبعا أنت في الحالات هذه حتبدأ تشيك على النبض، تشيك على هذا على حسب أنت معاك الBLS ولا معاك التجهيزات، وهل يعني أنت هل مثلا مقدم رعاية صحية أو غير. خلينا نتكلم عن اللي ما عنده أي معرفة. إذن هنا يبدأ لازم إنه هو يستدعي المساعدة.
من أي شخص قريب أو اللي أقرب منه، يعني they can call for help عشان يجي الفريق الطبي. لأنه نوبة الهلع لما تيجي إحنا ما في أول ما تجي إحنا ما نعرف هل هي نوبة هلع ولا هي مشاكل صحية ثانية. صح صحيح. لأنه إحنا لازم نستبعد إنه ما تكون عندنا مثلا جلطة لا قدر الله، ما يكون في عندنا مشاكل في الضغط، مشاكل في أي مرض عضوي يجب إنه هو يستبعد قبل ما يتم أي تشخيص نفسي. ما أقدر أنا أقول هذه نوبة هلع إلا لما يشوفوا الزملاء في الباطنة ويشوفوا الزملاء في القلب، كل التخصصات العضوية تعمل له جميع الفحوصات، طلعت كلها سليمة، هذيك الساعة أقول إنه المشكلة اللي عندنا نفسية. فهذه في أول مرة تيجي خلاص. إذا كان الشخص هذا معروف إنه عنده هذه المشكلة النفسية، هنا كيف مثلا أتصرف معاه؟ إذا أنا قريب له حكون عارف إنه هو عنده المشكلة النفسية هذه. جاته نوبة الهلع، طبعا أحاول إني أنا أهدي، ما أزودها منه، خليه يمارس اللي هو الإكسرسايز، التنفس، تمارين اللي هي التنفس. إذا كان عنده علاج أخليه إنه هو ياخذ علاجه. كل هذه الأشياء ما نفعت، ما فادت، بدأت تصير إن هي مرهقة سواء كان له أو للآخرين، أروح لأقرب منشأة فيها عيادة للطب النفسي وأطلب منهم المساعدة والعلاج بحيث أنهم يقدروا يسيطروا على الحالة وعلى الموضوع. ممتاز. السؤال الأهم، الحالات النفسية دكتورة ما تجيكم بشكل مباشر. في هناك البوابة الرعاية الصحية اللي يسمونها طب الأسرة. طب الأسرة، هل تشوفين طب الأسرة والطواقم الطبية أصبح عندها وعي أكبر أن تدمج البعد النفسي في تقييم حالاتها؟ يعني هل عندهم وعي في أنه تصنيف أو تشخيص الحالة أنها حالة نفسية وتحتاج إلى رعاية نفسية فيتم تحويلها لكم؟ هل هذا الوعي أصبح موجود في طب الأسرة حتى يتم تحويل الحالات لكم؟ طيب، هو طبعا يعني definitely إنه الوعي الآن بالنسبة للزملاء في طب الأسرة يعني هم يعني حتى جزء من التخصصات في طب الأسرة اللي هي تكون في تخصصات المشاكل النفسية والاضطرابات النفسية. فالوعي موجود يعني لديهم. طبعا الزملاء يعتمد حسب وين المكان اللي هم موظفين فيه، هل هم في مستشفيات أو في مراكز صحية. غالبا الحالات ما تيجي دايركت، إذا كان المريض لازم يمر على اللي هو المركز الصحي. أي، وغالبا الزملاء في المراكز الصحية يعني عندهم خلفية، لأنه جزء مثل ما إحنا كان يعني جزء في دراستنا في الطب النفسي إن ندرس عن الأمراض بشكل عام، عن الأمراض الباطنية والجراحية وكل الأمور هذه كلها. وجزء من الدراسة في البرامج التدريبية مسؤولة أنا لما كنت على الأطباء المقيمين أو سواء برامج الزمالة، جزء من الروتيشنز أو جزء من الدورات التدريبية في دراستهم إنهم لازم ياخذوا اللي هي الدورات في الطب النفسي. ممتاز. فصار في يعني عندهم هذه حاجة أساسية، هذه ما هي حاجة صارت يعني إنه بس تعدي عليهم مرور الكرام. وإحنا بنحاول إحنا مع كل الزملاء اللي بيجوا في التدريب إنه إحنا نعطي أقصى ما يمكن من الاستفادة اللي هم يستفيدوا منها ويواجهوا الحالات هذه في عياداتهم. فبشكل قاطع إنه الوعي صار فيه أكثر من أول. طبعا أكيد الوعي أكثر وراح يصير أكثر وأكثر كمان. طبعا الجزء الثاني فيه تعاون الحمد لله بيننا وبين الزملاء. يعني أحيانا مثلا لو جت حالة والله دكتور أنا عندي الحالة الفلانية ودي أحولها عليكم، بالعكس يعني نتناقش في الحالات ويتم التحويل للحالات بشكل يعني سلس. كون احنا احيانا طبعا يعتمد اذا انت مثلا في المستشفى مثل يعني المستشفيات التخصصيه بتجيك تحول عن طريق مثلا الاقسام الاخرى، مو بالضروره احيانا قسم يعني طب الاسره او
إيش ما كان الشكوى اللي بيشتكي منها المريض، على حسب الطبيب المعالج هو بيحول لك الحالة. يبقى هنا إحنا كمان جزء علينا ويعني من مسؤولياتنا إنه إحنا نعمل توعية متى نحول ومتى ما نحول، وإيش هي الحالة اللي تقبل، إيش هي الحالة اللي لا تقبل. مثلا تتحول حالة لسه ما صار التقييم بشكل كامل، هنا أنا ما أقدر، إذا ما صار التقييم الصحي بشكل كامل أنا ممكن أعالج شيء لكن أساس الشيء أنا ما عالجته. صحيح. فهنا يعتمد على حسب، والزملاء الحمد لله يعني في عندهم وعي كامل بالأشياء هذه كلها. يبقى يمكن إشكالية العلاج شوي، يعني مثلا ممكن الدكتور في طب الأسرة إنه هو يعطي التشخيص أو يشوف مثلا الحالة فيها التشخيص الفلاني، لكن ممكن ما تكون متاحة جميع العلاجات، ما تكون متوفرة، ما هو كل الوسائل حتى حقت العلاجات تكون متوفرة. هنا يكون أهم شيء مثلا إنه خلاص عنده صار فيه تنبؤ صحيح أو صار فيه عنده معرفة صحيحة إنه هذا المرض مرض نفسي، إذا أنا أقدر أحول، يا إما أنا أقدر أعالج إذا كان شيء بسيط، وإذا أنا لا حسيت إنه هو معقد يصير أحولها على هي أهم شيء نقطة التشخيص. نقطة التشخيص موجودة، الأمور حتكون سلسة والتنسيق أقوى بحول الله تعالى. صحيح. طيب دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها للحجاج وحتى للعامة كيف يقدروا يؤدوا حجهم بصحة وعافية وصحة نفسية أفضل؟ طيب، أول شيء أحب أشكركم، يعطيكم العافية، والزملاء اللي من خلف الشاشات والكاميرات يعطيهم العافية. بالعكس يعني إحنا هنا هذا جزء من الواجبات اللي إحنا نسويها، إن إحنا نعمل زيادة في الوعي، وإنه إحنا يعني أي استفسار يكون موجود فإحنا دائما حاضرين للمساعدة وللإجابة. النصيحة اللي ننصحها للجميع إنه الإنسان يحافظ صحة الإنسان هي أولوية، والصحة النفسية تماثل الصحة الجسدية، لا يوجد فرق بينهما، والعلاقة بيناتهم تكاملية. النفس بيأثر على الجسد والجسد بيأثر على النفس، هي كلها مرتبطة طيب مع بعض. إذا الواحد يأخذ علاجات يكون حريص على علاجاته، إذا كان يراجع مثلا يكون يجيب معاه مثلا في الحج تقارير حقته، لأنه أحيانا ممكن تجي النوبة تكون طارئة ويدخل مستشفى، يكون الطبيب أسهل لو كان في تقارير، يكون معروف عن حالته إيش اللي موجود يعني، وهذه جدا جدا ضرورية. علاجاته يكون عارفها بمسمياتها. يكون أنا يعني الحج أظن إنه هو الآن حملات، فالحملات يعني يكون في عليها دور كبير من ناحية التوعية في هذه الأمور، ومن ناحية إنه يوفرون مسعفين متواجدين، فالحاج يكون عنده خلفية كيف إنه هو يطلب المساعدة، أو يوم يلجأ للمساعدة يعرف يتلقاها بالطريقة الصحيحة. الأمر الآخر إنه لو كان مع أهل، لو كان مع أصدقاء ولا whatever، مين اللي كان معاه، المحيط اللي حوالينه يكون عندهم معرفة في حالته، وإنه لو جاته الحالة يعرفوا كيف إنهم يساعدونه. وإذا الوضع مثلا تأزم يلجأوا لأي مستشفى أو أي مركز صحي مقدم للرعاية النفسية، وهذا الحمد لله يعني متضافر الجهود بتوفيرها وموجودين في أي وقت. طبعا ممكن في نقطة مهمة، موضوع إنه شوية الواحد مع إنه لو تعب بشكل جسدي سهل إنه لا يقول أبغى علاج، بس نفسيا شوية يكون متحفظ. أيوة. أو حتى اللي حوالينه. طبعا هذه خفت بشكل كبير، والمرض النفسي زيه زي أي مرض، له أنواع وله أشكال. فما يعني ما أنا ودي إنه ما ودي يكون في حكم مسبق على موضوع المرض النفسي، ولا حتى المصاب بالمرض النفسي قبل ما الواحد يسمع ويستفسر ويعرف من مختصين ومن
ذوي خبرة عشان تكون الصورة واضحة له. والله يكتب للحجاج السلامة والسلام، وأنهم يتموا حجهم بكل يسر وسهولة، ويبارك في جميع الجهود المبذولة وفيما تبذل الدولة والحكومة في خدمة الحجاج وضيوف بيت الله الحرام، والمقدمين اللي هم الرعاية الصحية وغيرهم من جميع الكوادر اللي موجودة في الحج. الله يعطيك العافية دكتورة، بالعكس يعني أنت وجودك هنا أضاف لنا كثير. دكتورة حنين، أنت أنرتي جانب نادر ما يلمس حقيقة، رغم أنه كثير يرى أنه أكثر تأثيرا وأقل حديثا عنه الموضوع هذا. شاكر لك ومقدر وجودك معنا، أضفتي كثير، أنرتي كثير. التوعية كانت كبيرة حتى على المستوى الشخصي والجميع بحول الله تعالى. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج طبيبكم باشر، حيث نعالج بالصوت ونرافق بالمعنى. كان معكم إعدادا وتقديما أحمد خضر. كونوا بخير، في أمان الله.